الساموراي، وكمان رقصة شخصية دراغون بول. رسميًا راح يكون معانا رقصة الساموراي، وكمان رقصة شخصية دراغون بول، بالإضافة كمان حقيقة عودة بدلة إكس مقابل ميتل جي مع الرقصات الخاصة فيها بالتحديث القادم، وتسريبات جدًا مهمة داخل هذا المقطع. تعاون السيارات القادم، استعراض السيارة المطورة، وتسريبات مهمة جدًا جدًا بداخل هذا المقطع. وهلا والله فيكم يا أحلى متابعين في قناتكم قناة مستر بترا. مقطع مهم جدًا جدًا مليان بالتسريبات، الأسلحة المطورة والسيارات المطورة، تعاون السيارات القادم، حقيقة عودة بدلة إكس البحار أو المحيطات مع تطويرات جديدة وليفلات جديدة بداخل هذا المقطع. قبل أن نستعرض لا تنسونا من الاشتراك بالقناة، لا تنسونا الفيديو، ما تنسونا من الدعم. كسبونا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، واذكروا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. في البداية شباب، ظهرت معنا فعالية جديدة، فعالية مزايا الطلب المسبق، وتحذير من شراء هاي الفعالية، لأنه بصراحة إذا أنت كنت بدك تشحن رويال باس بسعر أقل من هيك، زائد تكسب بالمقابل 60 شدة مجانية، يعني تشحن رويال باس من ار بي 1 لار بي 50 300 شدة بدل 360، وتسترد من رويال باس 360 شدة وتكسب 60 شدة مجانا، أو تشحن رويال باس كامل من ار بي 1 لار بي 100 ب 660 وتجمع من رويال باس 720 شدة، يعني كل الحالات انت كسبان 60 شدة. الطريقة بالكامل متوفرة بالقناة او باول تعليق مثبت. شاهدوا، لانه في بعض الخطوات لازم تسويها، زائد مش لازم تشتري هاي الفعالية، لانه بمجرد شرائك بتكون انت خلاص خربت الطريقة هاي كلها، لانه ما عاد إلها لازمة، وبتكون انت اشتريت ريال باس وخلاص ببجي مال بتعرف انه انت مش بحاجة الى خصم 60 شدة. بالتحديث القادم راح يتوفر معنا مجموعة باكيجات. الباكج الاول راح يكون في معانا بعض السكنات الميثيك. معانا طبعا غطاء راس بهذا الشكل، زائد البدله، بدله الساموراي. اذا لاحظنا تحت مكتوب دراجون، المهم لازم يكون مكتوب دراجون بول، المهم لازم يكون مكتوب ستريت فايتر. طبعا مين بيعرف هاي الرقصه بشو بتذكركم؟ اكيد بتذكركم بلعبه ادوجن او بلعبه ستريت فايتر. كان فيها هاي الرقصه اللي احنا عاملينها، هاي الرقصه بس هي بالمقابل كانت عباره عن قوه بامكانك تحارب فيها وتدمج فيها اللاعبين. معنا البدله الثانيه نفس البدله لكن تركب على شخصيه البنت هذا الشكل. بصراحه شخصيه الساموراي حلوه كتير كتير على شخصيه البنت وكمان الرقصه. باخر فتره اللاعبين كتير بيشتكوا بيقولوا يا مستر بترا ببجي موبايل عنصريه، عم بتنزل سكنات شخصيه البنت وما بتنزل شخصيه الولد. شباب، ببجي موبايل عارفة انه الطلب الكثير على شخصية البنت، لذلك هي بتهتم بشخصية البنت وبالرقصات وبالسكنات. معنا راح يكون سلاح الامكي المطور، سلاح قوي جدا جدا، الكلمزج الناري الخاص فيه، انا بسميه طبعا امكي التنين. بالاضافة كمان في معانا صندوق اللوت، وكمان معانا هاي الحركة، حركة التنين اللي بعد ما انت تفنش اللاعب. بالاضافه كمان راح يكون معنا تاثير الضرر، وراح يكون معنا التطوير الليفل ماكس. بصراحه من احلى واقوى الاسلحه المطوره القادمات على اللعبه. شاركونا برايكم بالتعليقات، شو رايكم بهذا السكين، وشو اكتر ليفل عجبكم. معنا تاثير الضرر وانت بترمي طلقات اللعب بالدمج بهذا الشكل، زائد راح يكون معنا سكين سلاح مولوتوف، وطبعا مطوره في كل مسج. بالاضافه كمان راح يتوفر معنا نيد كل مسج. معنا كمان الاطار، بصراحه الاطار راح تشوفوه الان قوي جدا جدا، حلو كتير. بس لو كانت الطاوة هاي مطورة ببجي موبايل كان راح تكون طاوة قوية، يكون فيها بعض التفاصيل فيها في سلاح الأمكي المطور. معنا كمان بالإضافة إلى السيارة المطورة، أحلى وأقوى سيارة مطورة قادمة على اللعبة. رح نستعرض الأمر بشكل كامل، لكن أكثر سؤال بيوصلني مستر بترا شو تعاون السيارات القادم؟ بنسبة 99% ما رح يكون في معنا تعاون سيارات قادم، لأنه ظهر تقريبا كل التسريبات القادمة بالتحديث القادم إلا تعاون السيارات، وظهر معنا لكن سكن سيارة مطورة كالعادة الأربع ليفلات. راح طبعا نشاهد ليفلات التطوير، لكن بصراحة للأسف لحد الآن ما ظهر معنا أي تلميحات على أي تعاون سيارات زي لامبورجيني فراري، الأشياء هاي اللي أجت معنا بشكل سابق. طبعا الفراري ما أجت معنا، لكن أنا حكيت لأنه سيارات بتشبه بعض. طيب، معنا بالسيارة المطورة الليفل الأول، معنا الليفل الثاني. بصراحة السيارة بالليفل الثاني شكلها كتير حلو، ما بالك الليفل الرابع الشكل النهائي. طيب، الآن معنا الليفل الثالث عبارة عن كل مسج. طبعا الكل مسج عادي جدا، تفاصيله عادي، يعني سيارة فيها كل مسج
ما بيهتموا فيها زي السيارات اللي بتكون في التعاونات. وبالنهاية معانا التطوير الأخير، أحلى سيارة بصراحة مطورة، إضاءة على العجلات، إضاءة على الإكزوست، مثل ما شايفين كيف توحش الموتور. لكن لو كانت بس في وضع ليلي في اللعبة وتكون سايق السيارة وضوي بهذا الشكل، كان راح يكون الوضع جنوني. اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم بالسيارة المطورة القادمة. بخصوص سلاح الأمكي راح يكون شكله أول ما تحصل بهذا الشكل. طبعا راح يكون في عندك تطويرات شكل متقدم، وبالنهاية تطوير ليفل ماكس، وشفنا مراحل تطوير. شباب أكثر سؤال بيوصلني، بدلة إكس راح تعود مقابل 8000 عملة جي. شباب كل الموجود قدامك هو عبارة عن رقصات قادمات على لعبة التحديث القادم. الآن يا شباب كل التفاصيل غير رسمية. الشيء الرسمي إنه معانا رقصتين راح يكونوا داخل الشوبينج، بتقدر تشتريهم ب 7200 عملة جي أو 8000 عملة جي، بيوصل السعر لأكثر بحال بدك إياها دائمة. إنما موضوع بدلة إكس، فبدلة إكس اللي ظهروا قدامكم حسب التسريبات نشر المسربين هو جلتش من اللعبة، إنه ظهر البدلة عليها الرقصات. لكن بدلة إكس في تلميحات كثير أكيد من اللعبة إنه راح تعود معنا جميع بدلات إكس، لكن بدلة إكس ما بتعود إلا بالاسترداد. إنما موضوع بشكل مجاني لا. لكن اللي قدامك هذا عبارة عن رقصات قادمة، والبدلة هاي عبارة عن شكل داخل الرقصات بس مش أكتر. تمام، علشان تكونوا موجودين بالصورة، لأنه شفت كتير مقاطع على تيك توك بعتوا لي إياها إنه معانا بدلة إكس المحيطات وبعض السكرات بتوصلني بخصوص هذا الموضوع، وأتمنى الموضوع يكون واصل كامل. بالتحديث القادم راح يتوفر معنا 3 باكجات كلاسيك. الموضوع اللي بدي احكيه الان مهم جدا جدا جدا. الباكج الاول راح يتوفر فيه السكنات هاي خاصه بالصندوق الكلاسيك بالتحديث القادم، وراح يتوفر كمان معانا باكج كلاسيك ثاني، وراح يكون معانا باكج كلاسيك ثالث. الكلام اللي بدي احكي لك اياه الان مهم جدا جدا جدا، وهذا الكلام النهائي والموثق من المسربين ومن تلميحات وتسريبات ببجي موبايل. راح يكون معانا الباكج كلاسيك الثاني بهذا الشكل، راح يتوفر معانا كمان الباكج كلاسيك الثاني بهذا الشكل، زائد يا شباب بعض السكنات اللي فيه هي سكنات انا عارف انها عاديه جدا جدا، وبعض اللاعبين بيقول لك شو بدنا بهيك سكنات عاديه ما إلها اي 60 لازمه. لكن الموضوع المهم جدا جدا انه الباكج الكلاسيكي الثالث واللي نشر المسربين واللي راح يتوفر معنا بالتحديث القادم راح يكون محتوى ايكي ام الثلجي، وراح يكون في عليها النظام تشينس رفع الحظ. وطبعا الانفور الثلجي تم حذفها بشكل نهائي من الصندوق الكلاسيكي، ممكن ترجع بالمستقبل، لكن انا بشكل رسمي عوده واضافه ايكي ام الثلجي بالصندوق الكلاسيكي بالتحديث القادم، وراح يكون في عليها تشينس رفع حظ مثل ما معمول على البدله هاي. اذا بنطلع فوق الان بنلاقي عليها تشينس، فنفس الموضوع هذا راح يكون على الايكي ام الثلجي. تحدثنا كمان بشكل سابق انه توفر باكج داخل ببجي موبايل النسخة الهندية، وهذا الباكج بداخله ام 4 وبداخله ايكي ام. تمام، لكن يا شباب هذا الباكج مش كلاسيكي بالنسخة الهندية، عبارة عن شدات، لكن بيقول لك ببجي موبايل اذا بتفتح 180 باكج بامكانك تحصل ام 4 بشكل مضمون في باكج بالاسفل. الى هنا وينتهي مقطعنا اليوم، اتمنى المقطع يكون اعجابكم. لا تنسوا